السيد الفاضل رئيس هيئة المضانيق الكابتن رضا عبد العال أكبر مضناق عندنا. لو في حد لسه أول مرة يشوف الفيديو بتاعي أو أول مرة يشوف الفيديوز عموما أو مش عارف إيه هي هيئة المضانيق، هيئة المضانيق دي اللي كانت في المسلسل بتاع الكبير لما كان عندهم الحرب على البلد، وهدرس كان بيطمن الكبير قال له ما تقلقش احنا معانا المضانيق، معانا مضناقه هنا ومضناقه هنا. فده كان اول اتنين مضانيق عندنا اللي هو الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمد فاروق. وبناء عليه وبناء على بصراحه تصريحات كتيره يعني واكشنز كتيره، الكابتن رضا عبد العال عن جداره وعن استحقاق خد لقب رئيس هيئه المضانيق اللي انضم له بعد كده اعضاء كتير. المهم عشان ما نتوهش الناس في الكلام، السيد الفاضل رئيس هيئه المضانيق كان ليه تصريح كده من يومين بيتكلم على مشكله الانسحاب بتاعه الزمالك قدام الاهلي، فخلينا نشوف السيد الفاضل رئيس هيئه المضانيق كان بيقول ايه ونرجع تاني. لا هقول لك على سر. قول. اول مره حد يعرفه. قول. اقسم بالله انا كنت من المؤيدين في انسحاب السوبر، ان نادي الزمالك ينسحب، مش عشان كهربا ولا عشان اللوائح ولا عشان اللغط اللي حصل ده كله، عشان الزمالك ما يروحش ويخسر بشكل في الظروف اللي هو فيها دي يحبط جماهيره اكتر واكتر. فانا عشان كده كنت مؤيد القرار من الناحيه دي، مش من ناحيه اللوائح والقصص والكلام ده. طيب هنا رئيس هيئه المضانيق كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ان بكل صراحه هو بيعترف الراجل يعني ما شاء الله قلبه مفتوح كده، وقال لك اما اقول الكلمتين دول على الهوا ان هو كان مؤيد لانسحاب نادي الزمالك، مش عشان اللوائح، مش عشان موضوع كهرباء، مش عشان كل الكلام ده، لكن عشان كان هو عارف او كان حاسس يعني ان الزمالك لو راح هيشيل سكور، وده نفسيا مش هيبقى كويس على اللعيبه في الفتره دي، بالذات ان الزمالك مش بيأدي احسن مستوى. بس السيد الفاضل رئيس هيئه المضانيق لو عمل الهوايه بتاعتي ان هي ب 2 جنيه سيرش بس، كان افتكر هو قال ايه بالظبط ساعه ما كان بيأيد الانسحاب. فخلينا نشوف الكابتن رضا عبد العال كان بيقول ايه ساعتها ونرجع بقى نتكلم. احنا في شهر كام؟ احنا في شهر 5. طيب بكره ايه؟ احنا بكره 5/5. طيب بكره ماتش النادي الاهلي وبيراميدز صح؟ مم. من يوم السبت هتلاقي الاعلام كله اين عقوبه الزمالك؟ مم. يعني انت هتسيب عقوبه كهرباء اللي بقى لها 4 شهور، وكل انا بقول لك من دلوقتي وسجل عندك كل الدفه بتاعت الاعلام فين عقوبه نادي الزمالك؟ نادي الزمالك ما تعاقبش ليه؟ يعني انتوا سايبين واحد اخطا صوت وصوره وبقى له 4 شهور، هي مش انت غلطته. بتتكلم حضرتك على عقوبه الزمالك في مشاركه السوبر؟ ايوه اللي هي 500,000 جنيه وحرمان سنه من السوبر. ده كلام ده كلنا حسب عارفينه. اللائحه. لا هتشوف بقى انت الاعلام هيضغط ازاي على الاتحاد نفذ الكلام ده. طيب كابتن رضا او رئيس الهيئه، احنا هنا هنروح للجزء المفضل بالنسبه لي. حضرتك مش بس في الفيديو ده كنت بتتكلم على قد ايه ان المفروض الزمالك يبقى بينسحب لان في ظلم، او ان كهربا البي اللي بقى له 4 شهور وهم لسه فاكرين العقوبه دلوقتي، انت كمان لو حد كمل الفيديو هيشوفك وانت ما شاء الله بتستخدم ضميرك اللي مش موجود، وانت عمال تحكي اللجنه اللي فاتت لجنه الانضباط لما حققت مع كهربا ما طلعتش عقوبه وراحوا عاملين فيلم وانسحبوا عشان رئيس الزمالك ما جاش. قال يعني بما ان حضرتك اعلامي على قدك على باب الله لسه ما عندكش شويه معلومات، بتعرفش تشوف المعلومات يعني اللي هو اي مشاهد عادي جدا بيعرف يشوفها، ان اللجنه دي انسحبت او قدمت استقالتها لما اتشتموا باهاليهم من رئيس النادي بتاع حضرتك بين قوسين المعزول سياده الموسيقار. ابتدى ساعتها لجنه الانضباط تقول لك طب احنا مش هنكمل الشغل وكده كده ده حاجه احنا بنعملها كده جدعنه، لا مرتبات ولا بتاع، فاتفضل ادي استقالتنا. وبعدها جت لجنه الانضباط الجديده اللي جت هي ملهاش غير تارجت واحد بس، انها تبتدي تعاقب كهرباء اللي هو اوريدي اتحقق معاه من 3 شهور، واللجنه اللي فاتت ما طلعتش عليها اي عقوبه بناء على التحقيق. بس ما علينا، احنا هنسيب ضميرك اللي مش موجود عشان عارف ان هو مش موجود، ونتكلم في النقطه الاهم، ان انت كنت قاعد في الاستوديو بتتكلم ان مش بس بقى كهربا مش هيتعاقب، او مش ان بس اللجنه لسه مطلعه قرار دلوقتي والزمالك انسحب عشان ما تنفذش، ده انت افتكر اهو انا هو انت اهو عشان تذيع الكلام ده، احنا بعد ماتش الاهلي وبيراميدز هتبتدي الاعلام كله يتكلم على عقوبه الزمالك ويسيب عقوبه كهربا، ونبتدي نتكلم في المظلوميه بقى بتاعه الزمالك اللي انت بتحبها. ورجعت بعد كده تعترف بلسانك زي ما اعترفت قبل كده ان انت راجل هجاص، على كلامك انت ده على لسانك انت مش على لسان انا، وان كل المدربين من وجهه نظرك هجاصين. فانت بتعترف دلوقتي ان انت راجل ضميرك في اجازه شويه، بتطلع تقول حاجه في التلفزيون وبعدين بترجع تقول عكسها. فانا مش منبهر، انا عن نفسي يعني بكل صراحه متاكد مليون في الميه ان منصب رئيس هيئه المضانيق ده عن جداره واستحقاق. بس لو حد لسه بيشكك في الموضوع او حد شاكك ان انت لسه عندك ما يطلق عليه ضمير يعني، او بلاش ضمير لو نتكلم حتى في ان انت بتفهم يعني، ما اعتقدش انك كنت هتقول كده بنفسك. فاهلا بيك يا استاذ رضا عبد العال، عشان بحس ان كابتن تقيله شويه عليك. اهلا بيك يا استاذ رضا المحلل الفني الكبير والناقد الرياضي الكبير، وان شاء الله هتلاقيني معاك على طول، انت عارف انا بعزك قد ايه يعني، ده انا مديك منصب الرئيس.